الله على الجمال بجد، ريحة وطعم خيال. مفيش أحلى من ريحة الفراخ المشوية اللي بيتي وهي طالعة من الفرن بتتبيلة سرية وشوي مظبوط جدا يخليها دايبة دوب وزي الزبدة، مع شوية محشي كده يدفونا في السقعة دي. يلا بينا نسمي الله ونشوف مقاديرنا بتقول ايه للفراخ. معانا هنا كده بسم الله، معانا بصل وفلفل حامي او بارد زي ما تحبوا، بس انا بحبها مشطشطة. معانا فلفل حامي، كوباية من الزبادي. الزبادي دي بتخليها طرية جدا، لحمها طري جدا. وعشان انا عندي فرخة كاملة وفيها صدور وكده، فانا حطيت كوباية كبيرة من الزبادي عشان الصدور بتاعتي تبقى طرية ودايبة كده، متبقاش ناشفة ومفتلة معايا. ومعايا البهارات بتاعتنا. السبع بهارات، معلقة كبيرة من بهارات الفراخ، معلقة كبيرة من البابريكا المدخنة، معلقة من الفلفل الأسمر، وملح ومكعب من المرقة، ومعلقة من الكزبرة. ومعايا معلقتين كبار من الصلصة أو الكاتشب وملح. الملح بقى حسب الرغبة، هي لازم التتبيلة تبقى حايقة، مش دلع ولا حاجة. هنحط كل الكلام الجميل ده كله في الخلاط، ونحط عليهم كده ربع كوباية مية عشان يتضربوا معانا في الخلاط وينعموا جدا. ونحط هنا، انا نسيت اقول لكم، نحط غطا من الخل، معلقة كبيرة من الخل، وثلاث فصوص كده او فصين من الثوم. ونضرب الكلام الجميل ده كله مع بعض، ومعلقتين من الزيت بعد ما يتضربوا في الخلاط. عندك دبس رمان حطي، عندك صويا صوص حطي، دي في كل الكلام الجميل ده. بس انا كان دبس الرمان عندي خلصان فما ما ضفتلهاش، لكن انت بتضيفي للتتبيله عادي دبس رمان، بتنقلها في حته تانية. عندي هنا الفراخ متقطعه ومتنضفه جدا ومنقوعه، ميه بليمون ودقيق وملح وسكر. ويا سلام لو عندك معلقه من الطحينه، بتنهي تماما عن اي زفاره واي ريحه وحشه في الفراخ. وبعد كده بشطفها واقوم مصفياها في مصفى خالص من المية اللي هي فيها. ابتدي بقى كده احطها في التتبيلة بتاعتي. شايفين بغمسها كده في التتبيلة خالص، واطلعها وارصها في الصينية بتاعتي. ريحة التتبيلة خطيرة اصلا. افضل كده اخلي التتبيلة كده كل قطعة فيها تشرب من التتبيلة، وتحت الجلد والحتة المفتحة من اللحم. شايفين التتبيلة ملياها ازاي؟ هعمل الكمية كلها كده وارصها في الصينية عشان ادخلها الفرن بالشكل ده كده. التتبيلة دي بجد يا بنات خطيرة جدا، والله بتنقل الفراخ في حتة تانية خالص. كده انا مقطعاها تقطيعة الشوي، يعني دي فرخة، دي كانت عندي فرختين فانا مقطعاهم تقطيعة الشوي، اللي هي القطع الصغيرة دي، عشان تبقى طرية ومستوية وحلوة. عايزة تخلي الفرخة سليمة براحتك. هنا كده عملت الكمية كلها معايا بالشكل ده. اسيبها بقى تعمليها قبلها بيوم يكون افضل، تبقى شاربة وحايقة كده من التتبيلة واخدة الطعم بتاع التتبيلة كله، يبقى افضل بكتير. او قبلها بساعتين. يعني من جنبها بقى كده شوية محشي في السقعة دي دفونة. شايفين المحشي وجماله، محشي البتنجان. اكيد يعني ما عملتش الطريقة معاكم في الفيديو عشان الفيديو هيطول، وانا عاملاه معاكم قبل كده. هنا بقى كانت الفراخ استوت، حطيتها في الفرن وطلعتها استوت. اللي حابب يخليها تستوي على الشواية خالص ماشي، لكن انا بحب احمرها في الزيت. طبعا اللي حابب عشان تبقى خفيفة ويسويها على الشواية بتبقى جميلة وتحفة. وتقوموا كده مولعين على فحماية بعد ما تتحمر، وتقوموا حاطينها في قلبيها وتحطوا عليها زيت، وتقوموا مغطينها بغطا. هتلاقيها نفس طعم الشوي بالظبط، ومن غير فحم كتير ولا حاجة. هنا بقى كنا صايمين فعملنا لنا كوبايتين عصير كده نبل رقنا بيهم. ما تنسوش تكتبوا لنا تعليق حلو منكم، وتدعوا لنا كده دعوة حلوة، وتعملوا لنا لايكات كتير عشان هي اللي بترفع الفيديو. الاكل بتاعي بقى كان استوى، يلا بينا نغرفه. تعالوا بينا كده نشوف صينية المحشي الجبارة دي. ندلق كده المحشي، نقول بسم الله وندلق. الله على الدفى والجمال. شايفين المحشي بيلمع ومش ملتوت رز ولا حاجة، والصابع بصبعه. الله على الجمال. جربوا طريقة الفراخ دي هتعجبكم جدا. خشوا اللي ما اشتركش في القناة يعمل اشتراك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. وياريت تدعمونا، بنحب دعمكم كده لينا، ولايكاتكم الجميلة وكومنتاتكم. شايفين المحشي والجمال في السقعة دي.
بصوا بقى العظمة دي الفراخ، اقسم بالله كانت دايبة دوب، وطعمها فوق الخيال، وطعم الفحم فيها كأنك جايباها من الشواية واحلى كمان. يعني دي انضف بكتير من فراخ الشارع والكلام ده. تتبيلة خطيرة وطعم خطير ودايبة دوب. شايفين اللون والجمال؟ ما شاء الله، كان طعمها تحفة. جربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، وهتعجبكم الطريقة دي ان شاء الله. مع المحشي بقى في السقعة دي، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب.